نعملها احلى. عارفين دي ايه؟ دي مفاجأة. تعالوا نفتحها سوا ونشوف ايه المفاجأة دي. هي لازم تبقى مقفولة القفلة المحكمة دي، لان انتوا هتعرفوا هي ايه دي اللي انا بفتحها. هوبا، هنفتح الجريمة دلوقتي وهنشم الريحة. طب والله ما فيش ريحة، ريحته حلوة، فسيخ. الراجل اللي اداهوني جوز المريضة قال لي يا دكتور انا عامله لك بحب. والله البتاع انا اول مرة انا ما بحبش الفسيخ، انا مش من محب الفسيخ، بس هو شكله حلو فعلا وريحته حلوة مش وحشة زي ما كانوا بيقولوا لي لما تفتحها هتبهدل الدنيا. طيب انا مش انا اللي هعمله طبعا، انا هديه للشيف هو يعمله وتشوفوه معايا، لكن انا هعمل لكم حاجة تانية حلوة. دي كيكة السلمون اللي انا عملتها، بقية الحاجات بقى الشيف اللي عملها. الفسيخ خلاه، ودي سلطة فسيخ، وهنا الرنجة خلاها طلع منها البطارخ بتاعتها. ده سلمون اسبريد، ودي بطارخ بتاع التونة، كافيار، ودي رنجة مع كافيار. ده نجرب بقى الفسيخ، هناكله بالعيش البلدي الصغير الحلو ده. انا هاخد قطعة فسيخ احط عليها طحينة، جميل قوي. لا حلو حلو بجد، مش يعني بهزر. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. صباح الخير وجمعه مباركه. دي حته التومه هوك اللي المريضه جابتها لي، كتر خيرها اشكرها. اللي انتم شفتوا الفيديو بتاعها وقعدتوا تسالوني هنعملها امتى يا دكتور. شايفين هنا الماربلنج عامل ازاي؟ الماربلنج ده اللي هو الفات داخل جوه اللحمه، كل ما اللحمه يبقى فيها الابيض ده جواها كل ما تبقى طعمها احلى. الماربلنج تعال نشوف هنعملها ازاي. اللحمه الحلوه ما تتبلش غير بالملح والفلفل وزيت الزيتون عشان نحس بطعم اللحمه. هتاخد الماركة على الشوايه كل ناحيه 7 دقايق تقريبا كده، يبقى وصلنا لتسويه رير. وانا مش عايزها كده، عايزها ميديوم او ميديوم تويل. هنزلها في الزبده طبعا، كل ناحيه بتاخد تقريبا حوالي 4-5 دقايق. هنا انا اتلسعت طبعا، معلش ما كنتش لابس جوانتي واحترمت نفسي ولبست الجوانتي. لما بتستوي بنسيبها نغطيها ونسيبها تستريح 10 دقايق. اهم حاجه بنسيب اللحمه ترتاح عشان العصاره ترجع تاني تتوزع. اللي نازل ده يا جماعه بقاش دم، مفيش حاجه اسمها دم في اللحمه. اللحمه يعني ما دام العجل اتذبح خلاص اللحمه نزلت الدم نزل منه، فده ما بقاش دم، ده المايجلوبين اللي هو بتاع البروتين. تعال نشوف بقى. انتوا عارفين انا بحب اللحمه ميديم. لو جينا هنا اهو من الجنب اهي دي كده ميديم، لما ادوس انا كده ده مش دم، ده مايوجلوبين، ده اللي فيه البروتين، ده المهم، ده اللي بيرفع الهيموجلوبين. ما تنشفوش اللحمه وتبقى باللون ده والا مش هتستفيدوا منها. ملبن ملبن وهي بتتقطع هيطلع، انا عارف التعليقات هيجي يقول لك اللحمه نيه يا دكتور. والله يا جماعه لو جربتوا الميديم بس يكون نوع اللحمه حلوه. انتوا شايفين اللحمه بتقطع ازاي اهي، مولعه طبعا. حلوه قوي قوي قوي. طيب جمعه مباركه ويومكم سعيد. وعايز اقول لكم حاجه، لما تتحرقوا ما تحطوش التلج دايركت زي ما انا حطيته. التلج احسن حاجه الرانينج كولد ووتر، الميه ساقعه بتنزل من الحنفيه، بس النهارده الجو ولع فالميه نازله سخنه من الحنفيه، اضطريت احط التلج. ولو حطيت التلج ما تفضلش حاطه كتير لان التلج نفسه مؤذي. تمام، فانا كنت بحطه واشيله بحطه واشيله لان الحرق كان سطحي خالص. واشوفكم على خير.